إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله فاتقوا الله تعالى حق التقوى يا الله باروچوي الله ያዛችሁን በመታዘዝ የከለከላችሁን በመከልከል ሁሌም በሁሉም ጉዳይ ላይ በሁሉም ቦታ ላይ ጌታ አላህን ፍሩት። ለአኺራችሁ ስንቅ ያዙ። ከስንቆች ሁሉ በላሽ ስንቅ አላህን ተባረከ ወተዓላ መፍራትን። የአላህ ባሮች ሆይ አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ብሎናል። ታዛዦች ሆናችሁ እንጂ ሙስሊሞች ሆናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ብሎናል። ሞት በእኛ እጅ ሳይሆን በአላህ እጅ ነው ያለው። ከአላህ ዘንድ ነው የሚመጣው። መቼ እንደሚመጣ ማናችንም አናውቅም። እውነተኛ ሙስሊም ታዛዥ ሆናችሁ እንጂ አትሙቱ ማለት ሞት መቼ የት ሆናችሁ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ ሁሌም እውነተኛ ሙስሊሞች ታዛዦች ሆናችሁ ሞትን ጠብቁ ማለት ነው። ኢስላም ስም አይደለም፣ ልብስ ብቻም አይደለም። ኢስላም ልብን፣ አካላትን ለአላህ ተባረከ ወተዓላ መስጠት ታዛዥ ማድረግ ማለት ነው። ገርና ውብ የሆነውን ሸሪዓ ህይወት ላይ መሪ ማድረግ መተግበር ማለት ነው። ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ፍጹም ታዛዥ መሆን ማለት ነው። በትንሹም በትልቁ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዘውት የመጡትን ሱና